بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة النهيم الإسلامية تقدم لكم دعاء القنوت ليوم 21 من عام 1427 من الهجرة، للقارئ عمر السعر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين، واستعملنا في مرضاتك عنا، ووفقنا لمحابك منا، وصرفنا بحسن اختيارك لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ولا للمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا طاغية على وجه الأرض إلا أزلته، ولا طاغية على وجه الأرض إلا أزلته،
ولا ولدا إلا أصلحته ولا عقيما إلا ذرية طيبة رزقته ولا دعاء إلا استجبته ولا عاصيا في هذه الليلة المباركة إلا تبت عليه وقبلته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل منازلهم جميعا في عليين واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من جنانك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وكثر الأنين. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأهل والأصحاب. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اجعلنا عند فراق هذه الدنيا ممن تبشرهم ملائكة الرحمة بالروح والريحان ورب راض غير غضبان يا كريم يا منان. اجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وبارك في جهود علمائنا ودعاتنا وقضاتنا وإخواننا رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخواننا القائمين على الجمعيات الخيرية المباركة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي السودان وفي الصومال. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اقبل شهيدهم، اشف جريحهم، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم ومن شايعهم وصالحهم وسار في ركبهم. أحصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك برأس الكفر والظلم أمريكا، اللهم عليك بأمريكا، مزق ملكها، شتت شملها، فرق جمعها، لا ترفع لها راية، اجعلها لأهل الأرض عبرة وآية. اللهم إن أمريكا قد تسلطت على بلادك وعبادك في العراق وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم أرنا فيها يوما أسودا يا قوي يا عزيز. اللهم إنها لا تعجزك سبحانك. اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسرانا في فلسطين وفك أسرانا في غوانتنامو وفك أسرانا في أفغانستان
اللهم خلص إخواننا الأسرى في غوانتنامو من أيدي الأمريكان الظالمين. اللهم عليك بمن حبسهم بوش، مزق ملكه، شتت شمله، فرق جمعه، لا ترفع له راية، اجعله لأهل الأرض عبرة وآية. اللهم إنه قد آذى دينك وعبادك. اللهم أرنا هلاكه عاجلا غير آجل. يا الله 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 يا الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المقام المبارك وفي هذه الساعة المباركة في هذا الثلث الأخير من الليل ممن تنزلت لهم في السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، فقلت لهم يا عبادي انصرفوا مغفورا لكم. يا الله يا الله يا الله، اجعلنا في هذه الساعة ممن كتبت عليهم رضوانك فلا تسخط عليهم أبدا. يا اللهم اغفر للحاضرين والغائبين من المسلمين. اللهم اقض حاجاتهم وتقبل دعواتهم وحقق فيما يرضيك آمالهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا في هذه العشر المباركة لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا في هذه العشر المباركة لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا في هذه الساعة من عتقائك من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.